شفتوا الفيديو بتاع الإسرائيليين اللي عمالين يرقصوا ويغنوا جوه سوريا ويقولوا سوريا سوريا سوريا، يعني بقت بتاعتنا، فرحانين قوي كده. واضح كمان من لبسهم ان هم مش مواطنين عاديين، لا يعني هم رجال دين او ليهم علاقة بالدين او بالعقيدة او كده. اتضايقت قوي، وبعدين قعدت اقول طب عايزين سوريا في ايه؟ يعني مصر مثلا عندهم مشاكل مع سينا، عايزين سينا بيقولوا بتاعتنا، يقولوا الاهرامات بتاعنا وحاجات كده. طب هو عايزين سوريا في ايه؟ اليهود لحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي دي مستنيين المسيا. إيه المسيا ده؟ المخلص. المسيا ده شخص هيجي هيساعدهم إن هم يخلصوا. يخلصوا بمعنى إيه؟ يخلصوا بالمعنى العقدي أو الإيماني، إن هم يخلصوا من الخطية. ولكن طبعا هم عندهم اعتقاد آخر، إن هو هيخليهم يخلصوا من العالم، ويخليهم هم اللي يملكوا على هذا العالم، ويبقوا محتلين العالم كله، هم أسياد العالم. فلما جه السيد المسيح فما جاش معاهم، لقوه واحد بيقول لهم اللي يضربك على خدك اليمين حول له الشمال، وحب قريبك كنفسك، وكلام كده ما ياكلش عيش. وهم في الوقت ده كمان كانوا محتلين. اللي هو ايه ده؟ انت جاي تعمل لنا ايه؟ انت جاي توكسنا؟ يعني انت جاي ناس اساسا محتلانا تروح كمان قايل لنا سامحوهم واعملوهم؟ لا 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 لا، الراجل ده ما ينفعش معانا، ده ما يجيش معانا. احنا عايزين واحد قوي معاه سلاح معاه جيوش، هم عندهم تخيلات لكده، وهيجي. احنا بس كل اللي هنعمله ان احنا هنساعده في ان احنا نحتل العالم. لذلك هم رفضوا السيد المسيح رفض غير طبيعي ورفض قاطع. لا لا، مش ده الصورة اللي احنا عايزينها. وحتى لو هو بالأدلة وبالبراهين وبنبوات، احنا رافضينه برضو. ولحد اللحظة دي هم قاعدين مستنيين المسيح. بس قال لك طب ما احنا هنستناه كام سنة؟ احنا مش عارفين هو هيجي امتى. يمكن يجي في نهاية العالم مثلا، ولا يجي قبل ما العالم ينتهي بشوية، انا ما نعرفش. طب نعمل ايه؟ نجمع قوانا، فلوسنا وقوتنا وأسلحتنا ودماغنا، ونبدأ نحتل العالم، بس حبة حبة، واحدة واحدة. ما هو ده الوعد اللي عندهم أو الاعتقاد اللي عندهم. ايه أكتر مناطق سهل إن هي تتفكك وتحتل؟ الشرق الأوسط. فبدأوا بالشرق الأوسط بتاعنا، وشوية شوية نبدأ نوصل للبلاد التانية. قدرنا كان بها، ما قدرناش، ما هو كده كده المسيا جاي، المخلص جاي، وده اللي هيساعدنا ان احنا نحتل البلاد اللي احنا ما قدرناش نحتلها، علشان اسلحتنا مش قادره، او حتى عشان قوتنا سياسيا واقتصاديا و مش سامحه لنا. في كل الاحوال هم دلوقتي بيهيئوا الطريق للمسيا المنتظر، عشان لما يجي يحتل العالم. والمسيا جه، والمسيح جه، بس هو ما قبلوهوش، عشان مش هو ده الصوره اللي هم عايزينها.